السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وآمن وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح السعادة، يا صباح الجمال، يا صباح التوفير. وجبتنا النهاردة حلوة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده معايا، واقتصادية من الدرجة الأولى. تنفع وجبة عشاء، وجبة فطار، وجبة غدا، كمان للأولاد للمدارس لللانش بوكس. طعمها تحفة جدا وريحتها وشكلها يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين بقى الجمال، وطبعا بمكونات كلها موجودة في كل بيت. يلا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. اول حاجة بجيب عندي بولة او طبق، بضيف فيه كوباية من الدقيق او من الطحين عشان اخواتنا اللي في الدول العربية. ضفت كوباية من الدقيق، عليهم كوباية نص كوباية من النشا او الكورن فلاور او دقيق الذرة. قلبت النشا مع الدقيق كويس جدا كده. بنزل عليهم بالتوابل بتاعتي، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. عندي ملح، عندي فلفل اسود، كمون، بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. تمام كده. طبعا المقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. عندي كمان فيجيتار، انا هنا استعملت الفيجيتار اللي هو مش حامي. لو عايزة تستعملي الفيجيتار الحامي بتستعمليه عادي خالص. عايزة تحط شوية شطة تمام، بس انا هنا عاملاه للاولاد للمدارس، استعملت معلقة كبيرة. تمام كده. بتقلبي الخليط كويس جدا جدا بالتوابل. بعد كده بتنزلي بكوباية من المية اللي هي 250 ملي. مية من الحنفية، ما تكونش سخنة ولا تكون من التلاجة، مية من الحنفية. نزلت بالكوباية من المية تدريجيا بالشكل ده كده. بقلب بقى الخليط كويس جدا كده علشان تاخدي خليط يكون ناعم، ما يكونش فيه اي تكتلات. لو في اي تكتلات بيكون يعني مش احسن حاجة. تمام. لقيت الخليط تقيل شوية، ضفت معلقة كمان، يعني يبقى انا استعملت هنا قد ايه مية للمكونات دي. استعملت مج اللي هو 250 ملي او كوباية معيارية، وعليها كمان معلقة كبيرة من المية. قلبتهم كويس جدا كده زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده. عايزة تعديهم على مصفى، تمام. انتي متأكدة ان الخليط ناعم معاكي، خلاص عادي خالص. بس اهم حاجة يكون ناعم ما فيهوش اي تكتلات، ويكون بالقوام ده كده. بعد كده هنعمل الكفر الخارجي. انتي بتجيبي كريسبي من عند العطار. انا هنا الكمية بتاعتي دي نص كيلو، هستعمل نصها، يعني استعملت للوصفة بتاعت النهاردة ربع كيلو كريسبي. بيكون خشن بالشكل ده كده. طبعا في الكبة او في مطحنة الخلاط بتطحنين نص طحنة، ما بتطحنهوش طحن كامل علشان خاطر يعني النص طحنة بيكون احسن. بالشكل ده كده يا بنات. شايفين بقى الجمال. هطحن الكمية المناسبة ليا اللي هي الربع كيلو. بتقولي للعطار عايزة كريسبي. على فكرة هو ما بيكونش غالي، هو يعني النص كيلو ده ب12 جنيه. تمام. عملت نص وسبت نص. بعد كده بندخل للخطوة اللي بعد كده، اللي هي المكون الرئيسي اللي هو البطاطس. جبت كيلو من البطاطس، قشرته وغسلته كده بالشكل ده كده، وبعدين هقطعه. بتقطعيه بالشكل ده كده حلقات، بتكون ولا هي سميكة ولا هي رقيقة. لو سميكة ما بيكونش ألطف حاجة، ولو رقيقة بتكون معاكي بتتهري وانتي بتسلقيها. ده كده الحجم المناسب جدا. بس ملحوظة مهمة، في من البطاطس انواع، في من اللي هي بتحمر وفي من اللي هي بتنشي. انتي بتجيبي اللي هي البطاطس السبونطة اللي هي بتاعت التحمير، بتقولي للراجل بتاع الخضار انا عايزة بطاطس تحمير. بالشكل ده كده يا بنات. بتقطعي الكمية المناسبة ليكي، وبعدين بتغسليها كويس جدا جدا تحت الحنفية علشان خاطر يعني المية اللي هي فيها نشا دي تنزل تماما. بعد كده بحطها في حلة،
وبحط فيها بغطيها بمية بالشكل ده كده، وعليها معلقة كبيرة من الملح. سلقتها 3/4 سلقة. اوعي تسلقيها سلق كامل عشان ما تتهريش منك. 3/4 سلقة علشان خاطر هتكمل لسه في التحمير. تمام. بتطلعيها على مية باردة علشان خاطر توقفي عملية السلق بالشكل ده كده. بعد كده بنبدأ في الخطوة اللي بعد كده، اللي هي التغطية بتاعة البطاطس. بتحط البطاطس في الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو الخليط السائل. بتطلعي منه وبتحط في الكريسبي. تضغطي عليه كويس جدا بالشكل ده كده علشان خاطر الكفر يثبت معاكي على البطاطس. شايفين بقى الجمال؟ اللي يشوفها يقول بانيه من اللي انت بتجيبيه من بره. طعمها وشكلها تحفة، وريحتها في منتهى الجمال. يا ريت طبعا اللي وصل لحد هنا من الفيديو لسه ما عملش لايك، فضلا طبعا وليس امرا، لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش تشتركي في القناه، وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. ولو جربتوا الوصفه تقولوا لي الوصفه عامله ايه معاكم. طبعا وصفه ناجحه جدا جدا، ناجحه بدرجه 1,000,000%. شايفين الجمال؟ لازم تضغطي جامد كده على البطاطس علشان خاطر الكفر يثبت معاكي. شايفين بالشكل ده كده. انا هخلص الكمية كلها عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. طبعا بنوتة القمر بقى حبت تدخل معايا في المطبخ وتعمل معايا. يا ريت تشاركوا اولادكم في الحاجات دي علشان خاطر بيفرحوا جدا لما بيعملوا معانا الحاجات دي. تسلم ايديك يا روح قلبي. شايفين بقى الجمال؟ هي طبعا منقية شريحة بطاطس صغيرة زيها. انا بضغط عليها كويس جدا بالشكل ده كده. وانا كده خلصت الكمية كلها. شايفين الكيلو البطاطس طلع لي كمية قد ايه؟ طبعا هتملي الفريزر بتاعك بالخير. كل لما بتعوزي بتطلعي منها. وصفة ناجحة 1,000,000%. طعمها وشكلها وريحتها في منتهى الجمال. تقدري تعمليها معاملة البانيه بالظبط، اكنك عاملة بانيه فراخ. تمام. شايفين الكمية ما شاء الله قد ايه؟ يلا نقلي منها كمان. بجيب عندي طاسة على النار وبضيف فيها زيت اكنك بتقلي بانيه. تمام. اول ما الزيت يسخن معاكي بتنزلي عليه بالبانيه. بالشكل ده كده يا بنات، لازم يكون الزيت سخن معاكي بالشكل ده كده. اول ما تحط الشريحة يعمل معاكي كده. لو الزيت بارد معاكي البانيه هيشرب منك زيت. لازم يكون بالشكل ده كده. ولازم النار ما تكونش واطية علشان خاطر البانيه ما يشربش زيت، ولا يكون النار عالية. لو عالية البطاطس هتتحرق معاكي بسرعة وما هتكملش سوا. لازم تكون النار وسط. تمام كده. يبقى بتحمريها على نار تكون وسط، والزيت بيكون مغطي البانيه بالشكل ده كده. طبعا البطاطس اليومين دولت ب12 جنيه الكيلو. بيكون في ايام ال3 كيلو ب10، والحاجات دي بتقدري تعملي الوصفة دي وبتخزنيها في الفريزر. كل ما بتعوزي بتطلعي منها. بتكون ناجحة 1,000,000%، وحلوة جدا تحت ايديكي. وكمان لو عملتها وهي غالية كده طبعا اوفر بكتير من الحاجات اللي بتجيبها من بره.
واحسن وافيد كمان من اللانشون ومن الحاجات اللي بتجيبها من السوبر ماركت. تمام. تابعوني طبعا، هنعمل وصفات اقتصادية ومميزة الفترة اللي جاية، هتعجبكم جدا. انا حمرتها بالشكل ده كده. طبعا اول ما بتتحمر من الجنب الاولاني بتقلبيها لما توصل للون الذهبي اللي هتشوفوه مع حضراتكم دلوقتي. طبعا انا اسفة جدا على صوتي علشان خاطر عندي برد. شايفين بقى اللون الذهبي الجميل ده؟ بانيه ده بقى ولا مش بانيه؟ تحفة جدا. بتحمريها وبتطلعيها على مصفى، ما بتطلعهاش على مناديل، بتطلعيها على مصفى تصفى من الزيت كويس جدا، وبتقدميها التقديمة اللي انت حباها جنب مكرونة بقى بالشكل اللي انا مقدماه بتاع النهاردة ده في العيش الكايزر. بتقدميه بالشكل ده كده جنب شوية مكرونة، زي ما انت عايزة تقدميها بتقدميها. طبعا وصفة ناجحة 1000000%، وطعمها وريحتها وشكلها في منتهى الجمال. لو الفيديو عجب حضراتكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. ولو حابين اي وصفة اعملها معاكم ياريت تكتبولي في الكومنتات. مع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا كلها، السلام عليكم.